ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معانا النهارده حلقة لمحبي العدد والآلات. يا رب تعجبكم، تابعونا للآخر، هتشوفوا مفاجأة في آخر الحلقة، تصوير لأماكن العدد والآلات. يلا بينا نبدأ الحلقة. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا، وان شاء الله يا رب تعجبكم الحلقة ديت، ودي هتبقى حلقة خاصة لمحبي العدد والآلات. الحاجات دي كلها انا كنت جايبها من الحاجات دي كلها انا جايبها من العتبة. في طبعا في العتبة سوق كبير جدا و... وفي عدد زي ما انتوا عايزين، يعني في كمية عدد بصراحة، عدد كتيرة جدا. مفكات، بنس، رولات للدهان، كل حاجة تتخيلوها هتلاقوها هناك. حتى انا جايب اهو سكينة معجون. هتلاقوا حاجات كتيرة جدا بصراحة، والأسعار تعتبر معقولة جدا. يعني زي ما احنا شايفين كده اهوت، حاجة زي كده مثلا اهو ده ب50 جنيه مثلا، وممكن كمان ده من غير فصال، يعني ده من أول كلمة على طول. في حاجات تانية أسعارها حلوة جدا، وأنا عامل لكم فيديو مصغر كده. يا رب يعجبكم إن شاء الله، إن هتشوفوه النهاردة. بعد ما نعرض الحاجة ديت هنبدأ في الفيديو السريع بتاعنا. وإن شاء الله دي هتبقى أول حلقة من حلقات سلسلة محبي ومقتني، يعني اللي بيحبوا العدد. فإن شاء الله تعجبكم وتابعونا، وما تنسوش بقى تعملوا شير وسبسكرايب والحاجات دي كلها. ده زي ما احنا شايفين اهو رولة الدهان دي، بنسة كلاب جنبيها برضو، دي ال10 ملي او ال10 بوصة. طبعا دي سلسلة جديدة من الحلقات عاملينها لكل محبي العدد والآلات، وان شاء الله لسه هنعمل حاجات كتير قوي، ولسه هنعمل ان شاء الله حلقة عن منتجات شركة انكو. في كذا حاجة عندي من شركة انكو، ربنا يسهل ان شاء الله وتعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، ودعمونا عشان نقدر نقدم لكم محتوى افضل وافضل، وعشان نقدر نجيب عدد اكتر ونقول لكم على اماكن اكتر ان شاء الله. وطبعا زي ما احنا شايفين معانا عدد بتنفع في كل المجالات. يعني حاجه زي البنسة الكلاب دي هتنفعك في اكتر من حاجه، وان هي بتمسك زي القمطه. حاجه تانية زي برضو البنسة البرشام دي ممكن بتبرشم بيها حاجات كتيره، في الصاج، في البلاستيك، في كذا حاجه. برضو المقص ده بيقص لحد 2.5 ملي في الصاج، فما شاء الله انا جربته في كمان اكتر من 2.5 ملي، وما شاء الله بصراحه شغال كويس جدا. برضو البنسة الغراب دي هتنفعك لكل اللي مثلا بيحب يشتغل بايده في العربيات. لما يجي يشتغل مثلا صامولة بتكون مثلا في حتة مزنوقة، مش باينة صامولة مثلا في مكان صعب الوصول إليه، ممكن توصل له. طبعا بالنسبة لخراطيم المية والابازيم اللي بتبقى ماسكاها، الابزيم اللي بيبقى ماسك، او الكليهات اللي بتبقى ماسكه خراطيم الميه، على فكره بتفكها بسهوله جدا. يعني انا بصراحه دايما استخدمها معايا. انا جايبه طبعا كل الحاجات دي حاجات شخصيه، انا بحب طبعا يبقى معايا العدد، بحيث ان انا اي حاجه اعملها بايدي. يعني نحتاج لصنايع ان شاء الله، بس في اجي الظروف، يعني اللي نقدر نعمله نعمله. بسيط كده صغير. ما شاء الله هناك كمية عدد وآلات مش ممكن بصراحة. يعني أنا لما بروح هناك في حاجات كتيرة ببقى مش محتاجها بس بجيبها بصراحة يعني، والأسعار هناك رخيصة جدا. يعني في، لو كنت فتحت لكم الصوت كنت سمعته الراجل بيقول 7.5، ويقول 5 جنيه وفي حاجات ب2.5، وفي حاجات ب3. فما شاء الله يعني زي ما احنا شايفين، حتى هتلاقوا كل الحاجات اللي تحتاجها ست البيت في المطبخ. هتلاقوا كمية مفكات وعدد والزاوية اللي هي بتربط الخشب ببعضه. المقص زي ما احنا شايفين هنا مكتوب عليه 3.5. هتشوفوا كمية حاجات بصراحة. أنا لما بروح هناك ببقى عايز أشتري من كل حاجة بس بخلص المرتب، لكن يعني ربنا بيسترها إن شاء الله. طبعا بيبيعوا هناك برضو جميع أنواع البنس، جميع أنواع القمط. هتلاقوا القمط، هتلاقوا جي أدوات للتلميع. حتى اللي عايز يلمع أو يعمل حاجة للعربية، للرخام، لحاجات كتيرة جدا. هتلاقوا دي زي ما احنا شايفين هنا ده في حاجات لتلميع للكهرباء وكده. في حاجات حتى للكهرباء، وفي حاجات لسن اللي هي الحجر المسن الصغير اللي بيركب في الشنيور. طبعا جميع انواع القطر والبرايز الصغيره بتاعه الكهرباء، والمفاتيح الصغيره، والشنط اللي بتتشال فيها العده. وفي كمان مكان للمسامير. يعني شوف دلوقتي المسامير، حتى جميع انواع المسامير موجوده. وعايز تشتري فرد اوكي، عايز تشتري
كمية أو كيلو. في برضو الترامل اللي هي بتتربط في نهاية السلك. وفي النهاية بنشكركم ونقول لكم ما تنسوش تدعموا القناة، ويا رب يكون الفيديو الصغير ده عجبكم. وإن شاء الله دي هتبقى حلقة في أول سلسلة من سلاسل محبين العدد والآلات، ويا رب تعجبكم. ما تنسوناش تاني، معلش أنا كده عليكم اللايك والشير والسبسكرايب عشان نكمل وعشان نقدر. دعمكم مفيد جدا بالنسبة لنا، واللي عايز أي حاجة يبعت لي في الكومنت، وإن شاء الله هبعت له الأسعار والأماكن